جينو شخصية ظهرت قليل بس سابت وجع أكبر من مساحتها في الفيلم. السؤال الحقيقي مش هو مات إزاي، السؤال جينو كان إيه قبل ما يبقى واحد من ساجا بويز. النظرية الأولى، جينو كان إنسان وتحول شيطان. في نظرية منتشرة بتقول إن جينو ما اتولدش شيطان، كان إنسان عادي تم التضحية بيه في تجربة لجويما. الدليل؟ تعاطفه الإنساني واضح، الموسيقى مأثرة فيه بعمق، وعلاقته برومي مش شيطانية، دي علاقة إنسان تايه. النظرية التانية، جينو تجربة فاشلة لجويما. في ناس شايفة إن جينو مش واحد من الشياطين العاديين، ده نموذج قديم قوي بس عنده مشاعر زيادة، علشان كده جويما كان دايما ضاغط عليه وما كانش بيثق فيه وكأنه مستني منه غلطة. النظرية الثالثة، جينو كان متبرمج. نظرية أغمق شوية بتقول إن جينو اتربى من غير مشاعر، نجم مصنع، شيطان مؤدي دور، وأول حاجة كسرت البرمجة دي كانت الموسيقى، وبعدها رومي، وده يفسر ليه صوته دايما صادق حتى وهو بيكذب. النظرية الرابعة، جينو كان المفروض يبقى حارس. في ناس شايفة إن تضحيته مش نهاية، دي رجوع لطبيعته الأصلية، كأنه ما كانش مخلوق علشان يدمر لكن علشان يحمي. جينو مش لغز بسيط، هو شخصية مكتوبة علشان تفضل تسأل عنها، إنسان، شيطان، ولا حاجة في النص؟ قولي نظريتك إيه في الكومنتات تحت، ولو حابب فيديو أطول فيه تحليل مشاهد ورموز بالتفصيل اعمل لايك وسبسكرايب وخليك معانا.